من المفسدين أكتر. يعني هحاول يعني أرد على كل تساؤلاتكم وممكن نبدأ دلوقتي يعني حضرتك إيه؟ حضرتك انا عبد الرحمن حمدي، بس انا في قسم سي اس. تمام. طب الأول بس طبعا اعرف حضرتك، طبعا حضرتك في كذا منطقه قبل كده، وكفايه ان عبد الرحمن فراج صاحبي، فطبعا فراج بيتكلم معايا كل يوم عن حضرتك. فاحنا في البدايه يعني التوب بتاعتنا النهارده عن اي اس وسي اس لما كله عارف، بس بما ان في ناس كتير جدا بتحب حضرتك عندنا هنا، فهم حابين ان هم يشوفوا اكتر خلفيه عن دكتور هلال ويبتدوا من بدايه دراسه دكتور هلال اكتر. فلو حابين حضرتك تكلمنا من الجزء ده اكتر من حال حضرتك. ازيكم اولا. ثانيا انا اسمي هلال احمد سليمان محمد. انا خريج دفعه 2011. صوتي واضح؟ الصوت واضح ورا واضح يا شباب؟ مش واضح؟ ورا مش واضح، ممكن حضرتك تقرب. طب انا اسمي هلال احمد سليمان محمد، دفعه 2011. طبعا الدفعه دي انتوا عارفين دفعه 2011 يعني ايام الثوره وكده. انا من سكان سوهاج في مركز طنطا. انا ليه عايز ابدا ان انا من سوهاج والكلام ده؟ الفكره بسيطه جدا. يعني احنا على ايامنا احنا ما كانش في فكره كمبيوتر ساينس او كمبيوتر سيستم او فكره حسابات ما كانتش معروفه خالص. فكان اي حد يبقى انترست اوريدي يدخل هندسه. العيله كلها عايزه هندسه. طبعا اول سنه لما جيت موجود في حاسبات حلوان، واراد الله اني اهاجم من سوهاج على حلوان، كان في يعني في متاعب كتير جدا قابلتها صراحه اول سنه او اول سمستر، ومش عايز اتكلم فيها، بس يعني ايه، الواحد مر ممكن باكتئاب نفسي الى حد ما نتيجه ان هو كان نفسه يدخل مثلا هندسه. الفكره بس بسيطه جدا هنا عايز اركز عليها مره واثنين وثلاثه، دي ممكن عايز اركز عليها النهارده. ان الواحد مننا لازم يكون عنده شغف واراده عشان يقدر يوصل للتارجت او الجول بتاعه. تمام كده؟ الهدف، النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها اول سنه يعني صراحه اللي ساندني بعد الله سبحانه وتعالى وبالدين الصحبه الصالحه. الصحبه الصالحه كان طبعا يعني لو في حد يعرف دكتور احمد هشام، دكتور احمد بدوي، تمام؟ في طبعا في دكاتره ثانيه اوريدي بره، فكان هم ليهم تاثير كبير جدا ان ممكن يكون دكتور هلال واقف في الوقفه دي او هو اوريدي موجود في كليه الحسابات ومعلومات. انا بس النقطه دي عايز اركز عليها قبل ما اتكلم معاك في اي حاجه ثانيه، انك تحاول تنتقي يعني ايه التيم ورك اللي انت بتشتغل معاه. الناس المشكله الكبيره جدا الناس بتحاول تتماشى مع الموضوع دوت اوريدي بالحب. لا، انتوا كلكم لازم تستفادوا. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها يعني دي الصحبه الصالحه. النقطه الاخيره بقى او النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها اوريدي في جراديشن بروجكت. لازم كله يكون قلب على قلب بعض. يعني الفكره ممكن تكون فكره بسيطه جدا وممكن لازم مثلا في كبزنس وايز، لكن لازم يكون عندك انكم تعلموا بعض. انا على فكره اول ما اشتغلت اوريدي اشتغلت فيديو ديفلوبر بعد ما خلصت، وما درستش فيديو في الكليه نهائيا. بس مين اللي علمني؟ اللي علمني في واحد اسمه الباشمهندس احمد عبد الناصر زميلي، كان هو التيم ليدر بتاع البروجكت بتاع الجراديشن بروجكت، وكان اوريدي هو كان بيذاكر وبيذاكر لنا. بندخل على سكايب بالليل كده ونقعد نذاكر سوا. يبقى انا كده في نقطتين عايز اتارجت عليهم دلوقتي. تمام كده؟ لو الواحد عايز يتنقل نقله ثانيه او عايز يعمل حاجه او يعمل كارير باص اوريدي، يبقى انت بنسبه 60% هو انت، و40% ممكن الكليه توصلك كل السكيلز الباقيه. يبقى انت لازم تشتغل على نفسك مش من سنه اولى. لا انا يا عم ابدا فعليا من سنه ثالثه تشتغل على نفسك سيلف ستادي. لان الكونسيبت بتاع السيلف ستادي ده مش موجود في الكليات الباقيه ومش موجود الا في كليه حاسبات ومعلومات فقط لا غير على مستوى الجمهوريه. لان اوريدي لو انا هدي لحضرتك كورس مثلا داتا بيز 1 مثلا، انا ما بقدرش اشرح الا في 5 شابترز، والباقيين لازم انت اوريدي تكمبليت الكورس مع نفسك سيلف ستادي. فالكونسيبت ده مهم جدا، الجزئيه بتاعت السيلف ستادي. يبقى انا كده بركز على انتكاس كام ان لازم يكون في صحبه صالحه. النقطه الثانيه لازم يكون اوريدي يكون عنده رغبه شديده ان هو عايز يتعلم ويطور من ذاته. النقطه الثالثه يعني زي ما بيقولوا كده يعني لازم تشتغل على نفسك، لازم يعني تحضر محاضراتك، سكاشنك، الكلام ده كله امر مهم جدا جدا جدا. وانا عارف ان في طحنه كبيره جدا عندنا في كليه الحسابات بالنسبه للسكاشن وبالنسبه للدكاتره، في بعض الدكاتره يعني، بس كل اللود دوت على فكره بيأثر عليك تاثير كبير جدا.
لما انت تتحط في ستريس وانت كطالب بيساعدك كتير جدا وانت في سوق العمل. بص يا شباب، النقطة الأخيرة اللي اتكلم فيها قبل ما أسيب محمد عبد الرحمن يسلم اللي هي إيه؟ هل الانفورميشن الموجودة دلوقتي اوريدي متوفرة على أيامنا احنا؟ نهائيا. أنا كنت بروح أشتري كتاب كده بحوالي 200 جنيه ولا 100 جنيه عشان أقدر أفتح مثلا كتاب الدي اس اس أو بريدك سيستم أو الداتا بيز بتاع المصري. كل ده اوريدي عشان أقدر أكمل الكورس ده سيلف ستادي مع نفسي. لكن دلوقتي بسم الله ما شاء الله لما تيجي تدور على اي تول اي تراك انت عايزه كل الداتا او كل الانفورميشن اوريدي متوفره اونلاين. فانت ما عندكش اصلا ما عندكش يعني نقطه ذره انك ما تذاكرش او تطور من ذاتك. مفيش الكلام ده. وعلى فكره في نقطه مهمه جدا، اخر نقطه اتكلم فيها بعد كده في المايك. النقطه الاخيره ان في السنه دي في احصائيه ان معظم الجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه كليات حاسبات قفلت اول كليات. ام تي اي مصر، جامعه 6 اكتوبر، الجامعات الخاصه كلها قفلت حاسبات، قفلت اول واحده. فانت اوريدي انت في دلوقتي انت في تحدي كبير جدا الفتره اللي جايه، لان هيبقى نسبه الخريجين عالي جدا من كمبيوتر ساينس او كمبيوتر سيستم او حتى سوفت وير انجينيرنج او اي اي. فتلاقي ان في طلبه كتيره جدا متخصصين في التراك اللي انت فيه. فانت لازم تقوي من نفسك من دلوقتي وتشتغل على نفسك وتطور من ذاتك. انا سعيد جدا والله بامانه ان انا موجود هنا اصلا، وانا عايز ارد على كل التساؤلات. تمام؟ حضرتك كنت بتتكلم عن مشاريع التخرج دلوقتي والتيم والكلام ده كله. فحضرتك ما شاء الله تقريبا اول دكتور فايق لسه مخلص التيمات بتاعته اللي هو شهر 6 بالظبط. اللي هو الشباب بدأت تدور على دكاتره، يعني جه حضرتك فحضرتك خلصت قبل ما هم ما يجوا حتى ما شاء الله. والله في كونسيبت مسؤول كده عندنا في الكليه ان في تساؤلات جدا للدكتور هلال. بامانه والله انا سامعها من بعض الدكاتره والدكاتره دول اساتذتي. بس انا في تارجت قدامي انا يعني ايه او في كونسيبت في دماغي انا عايز احققه. الفكره في ايه؟ فكره المشروع التخرج ان ده يعتبر اول بروجكت يتكتب في السي في، مش هي عباره عن تاسكس كده بتتسلم في مع المعيد والكلام ده. هو بروجكت فعليا يتم اطلاق عليه كلمه بروجكت هو الجي بي. فالجي بي ده يا شباب هو عباره عن تيم ورك. كل واحد لازم يكون متخصص في حته. انا ما بقتنعش بالحته دي قوي. انا بحب التيم كله يشتغل مع بعض. ليه بقى؟ حط الحته دي حلقه في ودنك على فكره وهتاخد عليها ثواب كبير جدا. انا زي مثلا انا كهلال متخصص في الباك اند. لو انا علمت مثلا عبد الرحمن باك اند في جي بي وهو في الكليه في الفتره اللي فاتت ده مش عارف حتى يحدد هو ايه، ممكن تكون سبب رئيسي ان عبد الرحمن يشتغل باك اند بنفس التكنولوجيا اللي انت بتكتب بيها. فلازم يكون حد يعني التارجت بتاعك في الحته دي. انكم كلكم تشتغلوا مع بعض، حتى قسموا التاسكس مع بعض فرونت او باك او شغل الموبايل ابلكيشن. بس الفكره انكم كلكم حاولوا كله يتعلم كل التكنولوجيا. ده التارجت بتاعي. انا مش حكايه جي بي ان هيترمي في السله حتى لو اترمى سوري في اللفظ. الفكره ببساطه كده انا عايز الطالب اول ما يخرج من الجي بي ده يشتغل فيه. هو ده التارجت بتاعي. وعلى فكره بنسبه 80% في تساهلات كتير جدا في الجي بي. ما بحبش يعني ايه اخنق على حد نهائي. تمام؟ ولا بقول مثلا ان الواحد لازم يكون فيه يطبق مثلا اوجمانتد رياليتي او مثلا يطبق يعني هو يفتح مجموعه من البيبرز عشان زي سي اس. انا فوق دماغي سي اس مفيش اي مشكله. الموضوع ده يفرق كتير جدا مع الطلبه. لكن انا كبزنس وايز ببص لها كبزنس وايز ان ايه الموجود في السوق تمام كده وتقدر تتعلمه وتطبقه فعليا في الجي بي بتاعك. تمام؟ فهي دي النقطه. انا حتى لما باجي بقول للطلبه بتوعي مثلا ما ينفعش الله يبارك لك تشتغل ليه؟ يفضل تشتغل ايه؟ فريم ورك. بقول له الفريم ورك افضل فريم ورك موجوده في السوق 1 2 3. فحاول ايه؟ تجرأ انت فيها مفيش اي مشكله. تمام؟ فده يعتبر هو ده التارجت بتاع الجزئيه بتاعت الجي بي، لان في تسهيلات كتير جدا ب 80% ان المشاريع بتاعتي كلها ايه؟ اوت اوف سكوب. لا انا التارجت بتاعي ان الطالب ياخد الجي بي ده وحتى لو جاب فيه سكور مفيش مشكله، لكن بس يتخرج يتعلم يتخرج يشتغل بالتكنولوجي. لان في نسبه كبيره جدا على فكره شباب في ناس بتوصل يا عبد الرحمن لسنه رابعه وهي مش عارفه الكارير بوست بتاعها. وصراحه كتير جدا. انا ببقى صراحه بحب يعني المكتب بتاعي مفتوح لكل الناس بفضل الله تعالى.
في اي وقت، انا موجود على فكره الترم الجاي من حد لخميس. تمام؟ الفكره في ايه؟ الفكره ببساطه جدا انا ممكن ابقى اجبر الطالب ان هو يشتغل على التكنولوجيا معينه وهو اصلا مش انترست فيها. فده طبعا بيأثر تأثير كبير جدا سلبي على التيم او بعض الافراد اللي داخل التيم ده. هو ده صراحه دي وجهه نظري، عشان ما حد يعني ايه لو سمعت ان اللي فيه تساهلات او فيه المشاريع الى حد ما مش محتاجه شغل كتير جدا، لا ده التارجت بتاعي بالنسبه للتيم. تمام؟ وفي بشرى جميله جدا الفتره الجايه هتنزل لاي اس بالذات، ان في ايفالويشن كريتيريا كده للجي بي، ان لازم يدخل فيه اي موديل لكل مشاريع التخرج بنسبه حوالي 15%. فطبعا دي الجزئيه دي مهمه جدا لكل التيم ورك. تمام كده؟ ده بالنسبه للجزئيه بتاعت الجي بي او التارجت بتاع الجراديويشن بروجكت او الهدف الاساسي منه. تمام؟ سيبوكم من هنا خالص، حاشا لله، سيبوكم من هنا. الفكره ببساطه جدا لازم يكون قلبك على قلب التيم وقلب الناس اللي معاك عشان تساعدوا بعض وتاخدوا بقلب بعض عشان تقدروا تشتغلوا في نفس التكنولوجيا. لكن انا يعني ما بحبش التيم اللي يبقى كل واحد يعني نفسي ثم نفسي. وقابلت المشاكل دي اوريدي السنه اللي فاتت، لان دي كانت اول تجربه ليا. كان معايا حوالي 18 مشروع تخرج. لكن في منهم 8 اشتغلوا و10 منفضين، يعني ظهروا في الترم الثاني. انا ما بحبش ارجع ورا حد نهائي. انت اللي بتسعى. فاهمين قصدي؟ هو قبل مشروع التخرج بقى يعني احنا بنبتدي بقى ان احنا نخش الاي اس والسي اس والبناء بتاعت كل سنه ديت وحسيت حضرتك بتتكلم كده اللي هو لا خش اي اس عشان هي سهله وهتاخد 15% منها بس في الاي اي، انما سي اس هتخش تذاكر 3000 بيبر ده بيحصل. فقبل نسمع راي حضرتك في حوار اي اس. بص قبل ما ارد الرد ده في كام واحد سي اس هنا؟ لا انت عوام في الموضوع، عوام كده مش ينفع. اتفضل اتكلم. اي اس كام واحد؟ ايوه كده عندي صوتك طيب. ادينا فرصه. هو ممكن منظمين الايفنت ده كلهم سي اس يعني؟ لا خلاص انت كده. ماشي. بص يا شباب، انا يعني النقطه بتاعت اي اس وسي اس دي انا مش عارف ايه اللي فيها يعني، انا عايز افهم. انت لو جيت فتحت دليل الطالب، انا اسف والله، لو جيت فتحت دليل الطالب هتلاقي نسبه السيميلاريتي ما بين القسمين تتعدى 75%. تتعدى 75%. فانت محتاج ايه؟ يعني نسبه التشابه ما بين الاقسام الاثنين دول اوريدي تتعدى 70%، بلاش هي قول 70%. الاختلاف كله في كام؟ 30%، مش اكتر من كده يعني. لو انت بتفوكس على كمبيوتر ساينس، في مبدا سبحان الله متعارف عليه في الجامعات كلها ان سي اس معقد، دكاترته معقده والكلام ده كله. لا يعني مش الفكره مش في كده. الفكره ببساطه جدا هبدا بسي اس لان اوريدي الايفنت كله اصحابه سي اس. لا خالص. معلش يعني انا حاسس ان دراعي ملوي مثلا مش قادر اتكلم. ف انا بالنسبه لو وجهه نظر هلال اقول لك على وجهه نظر وبعد كده اتكلم حاجه يعني ايه اكاديميك يعني. السوق بره يا شباب لا يهتم بتاتا انت جاي من قسم ايه دي الزيتون. يبقى احنا اوريدي بالنسبه للشغل بره، الشغل بره ما بيهتمش نهائيا ان انا قسم سي اس او قسم اي اس. انت اهم حاجه تكون خريج كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي في كليه الحاسبات. هي دي النقطه. انت تعرف ايه بقى؟ هي دي النقطه بقى. انت ولا قسم سي اس ولا قسم اي اس، انت اوريدي مقدم عندي في جوب تايتل اسمها سوفت وير انجينير مثلا او ماشين ليرنينج ديفلوبر مثلا. تمام؟ انت تعرف ايه وتقدر تقدم لي ايه في الشركه. ولا هيهتم انت اصلا الجي بي بتاعك ايه، ولا حتى انت قسم سي اس ولا قسم اي اس. فاهمين قصدي؟ ده بالنسبه للجزء كبزنس وايز او الشغل بره لا يهتم بتاتا في الاقسام النهائيه. طب انا كهلال درست الاولى وثانيه. ركز في الكلام ده جدا أكتر. لو انت عندك ميول انك تتعلم وانترست قوي في الجزء بتاع السوفت وير انجينيرنج او الجزء بتاع الداتا اناليسيس او انت حابب الداتا بيز او انت حابب الجزء بتاع الكواليتي كنترول التستنج، يبقى انت انترست تدخل اي اس. تمام؟ لو انت انترست مثلا تدرس كمبيوتر فيجن او ان ال بي في السلكتد توبكس تدرسه الكورسات اوريدي ماشي جدا. ماشين ليرنينج او ديب ليرنينج المجال
اللي هو ريليتد بالاي اي، انت اوريدي لازم كده تدخل سي اس. تمام كده؟ يبقى احنا كده في المين الكور بتاع بعض الجوب تايتلز هي ريليتد بقسم كذا. يعني انا كسوفت وير انجينيرنج او عايز اشتغل فول ستاك ديفلوبر او باك اند او فرونت اند او يو اي يو اكس، تمام، او حاجه ريليتد بالداتا بيز، يبقى داتا اناليست، يبقى انت كده اوريدي لازم تدخل اي اس. لو انت انترست انك تدرس اي اي او ماشين ليرنينج، طبعا ماشين ليرنينج والديب ليرنينج دي تعتبر هم اوريدي الكور بتاع الاي اي، تمام، او تدرس كمبيوتر فيجن او اجمالتد رياليتي او ان ال بي، الحاجات دي اوريدي الكورسات دي لا يتم دراستها الا في ايه؟ قسم سي اس. تمام، والحمد لله اقول لكم على حاجه بسيطه جدا. انت ابلكيشن بتدرسها في سي اس او اس، سوفت وير انجينيرنج بتدرسها في سي اس او اس. تمام، في كورسات مهمه جدا الكور بتاعنا اوريدي هي اوريدي موجوده في القسمين. انت حابب ايه؟ هي دي النقطه. حابب انك تشتغل في السوفت وير انجينيرنج وتطور نفسك انك تشتغل فرونت او باك او فول ستاك، تمام، او تشتغل داتا اناليست، يبقى انت اوريدي كده قسم اي اس. في نقطه كده عايز ازودها كده، هي طبعا بره السكوب شويه. لو انت من الستيج ده حضرتك اتفضل، الستيج كله في حضرتك. النقطه اللي بتكلم فيها، لو انت عايز درجات والدنيا ماشيه يعني لوز بتكلم دايركت على فكره، تمام كده، يبقى قسم اي اس. تمام كده؟ لو عايز الدنيا الى حد ما فيها سيستماتيك وممكن درجات تاخدها مش بسهوله، تمام، ومحتاجه مذاكره كتير جدا، هي سي اس. لو انت عايز تلاقي فيه وقت انك تذاكر فيه وتابديت وتطور ذاتك، يبقى قسم اي اس. فاهمين قصدي كده؟ هي كده الصوره وضحت ولا في حد عايز يسال على حاجه ثانيه في الحته في السكوب في الحته دي؟ طبعا التساؤلات هنستناها في الاخر، مفيش اي مشكله، تمام؟ بس انا حبيت اقول لك الفرق بين الاثنين بالنسبه كبزنس وايز وكتكنيك وكاكاديمي، تمام؟ وعلى فكره في نقطه مهمه جدا، انت نفسك عارف انت عايز تخش ايه اصلا، بس متردد لانك انت مش عارف الكارير باص انت بتاعك ايه، او انت مش عارف انت يعني ايه هتطور نفسك في انهي ايه؟ في انهي تراك. معظم الناس الترم دوت دخلت اي اي، في عدد كبير جدا مقدم عليه اي، صح ولا لا؟ في كتير، في كام واحد اي اي يعني انت لازم الجي بتاعك عارف ايه؟ ايه؟ لازم 3 بوينت. في 2 يعني هنا 2 و5. طب خلاص كويس. لا النقطة في حاجة شوية. طبعا هقول لك ان الترند الفترة اللي جاية دي كلها هيبقى اصلا سايبر سيكيورتي واي اي. تمام كده؟ يعني التو تراكس دول صراحة مهمين جدا، واتمنى دكتور عمرو غنيم ربنا يبارك فيه والصف اللي معاه ان هم يعني ايه يقوموا قسم الذكاء الاصطناعي. تمام كده؟ لكن قسم السايبر سيكيورتي هو اوريدي مش موجود عندنا في الكليه، ونفسنا يبقى موجود. بس يعني النقطه بتاعت التو تراكس دول الديفلوبرز او الناس الاكاديميك ان هم ريليتد بالتراك ده قليلين جدا في مصر. حتى احنا كستاف اوريدي مش هتلاقي حد سايبر سيكيورتي مثلا الماجستير بتاعه ولا الدكتوراه بتاعه. مفيش الا دكتور نور مصطفى وده في استراليا. تمام كده يا شباب؟ وعلى فكره في نقطه كان طلبه من سي اس واي اس اللي عايز حاجه بيعملها. اللي عايز حاجه بيعملها. لو انت عندك اي رود ماب، لو انت دخلت على الفيسبوك او جوجل وكتبت رود ماب بتاعت الداتا ساينس او الداتا اناليسيس او حتى ريليتد للسايبر سيكيورتي هيديك رود ماب اللي انت هتشتغل. بس انت قادر انك تستمر. يعني المجالات دي يا شباب عايزه طولة نفس وعايزه في رغبه وفي استمراريه. احنا الحمد لله كلنا بنفتح اول دور فيديو مثلا في البلاي ليست يا عبد الرحمن وبعد كده يقول لك انا اكتفيت مش قادر اكمل. لا لازم حد يجي ياخد بالك كده يقول لي كمل ولا كمل. ذاكروا مع بعض شويه تعب بس. لا والله يا جماعه ذاكروا مع بعض على فكره. نصيحه بتشد مع بعض. انا ساعات بعمل جروب كده على الواتساب اخلي الدنيا تمشي مع بعضها وبعد كده تلاقيني بعد فتره اصلا بعمل ايه؟ بعمل ميوت او بحطه في الارشيف. خلاص الموضوع خلاص حصل كوميونيكيشن والناس بقت ايه؟ تساعد بعض. فالموضوع خلاص يعني جوه هيد مع بعض. تمام؟ حاولوا تعملوا تيم وورك كده وتحددوا رود ماب معينه وتذاكروا مع بعض. لانك انت لوحدك بتمل ساعات لما بتلاقي فيديو كده ما فهمتش حاجه منه وتقعد تدور تاني
انا قفلت مش هقدر اكمل، وتشوف تدور على حاجه ثانيه. لا يا عم، دخل حد من زمايلك معاك وهيساعدك. على فكره في طلبه في حاسبات حلوان والله العظيم بحلف بالله، طلبه افضل مني ومن اي حد تاني، طلبه بفضل الله تعالى جينيوس، وعارف التراك اللي هو فيه، وبيعرف يوصل معلومه افضل من اي حد. حاولوا تساعدوا بعض. فاهمين قصدي كده يا شباب؟ تمام؟ ليه؟ لان الدكتور الجامعي بيبقى عارف بيبقى صنايعي في كل حاجه. بس اكيد انتوا عارفين ان هو صنايعي في حته معينه، يعني يديك كورس معين وهو درست فيه وهو ده المجال بتاعه بيبدع فيه. لكن لازم يكون صنايعي في كل حاجه، لازم عارف كل التراكس. فاهمين قصدي كده يا شباب؟ اتفضل. تمام. اطلت الحديث، انا اسف جدا والله. تمام، حضرتك براحتك جدا والله. احنا مستمتعين كلنا بالتوك بتاع حضرتك بلا استثناء. وحضرتك كمان اتكلمت في التوك دلوقتي عن مثلا انا عايز داتا اناليسيس فاروح اي اس، انا عايز ماشين ليرنينج اروح سي اس. طب لو انا عايز داتا ساينس اللي هي مثلا بتجمع الاثنين، فاللي هو دي خناقه بتحصل. والله الداتا ساينس مجال جميل جدا على فكره. انا الفتره اللي فاتت في حد مسجل دكتوراه اوريدي، وهو يعتبر داتا ساينتست في شركه عالميه كده. انا عايز اتكلم في الداتا ساينس. هو اوريدي يعني ينبع من الاساس من قسمين، علوم الحاسب وقسم نظم معلومات. وعلى فكره يا شباب، معظم البرامج الخاصه ومعظم الاقسام التي اتت بعد ذلك تنبع من قسم سي اس وقسم اي اس. هتقول لي سوفت وير انجينير، هتقول لي سايبر سكيورتي، هتقول لي داتا ساينس، كل المجالات دي اوريدي اساسها علوم الحاسب ونظم معلومات. ان دول اول قسمين يتم قامت الكليات الحسابات على القسمين دول. فالداتا ساينس صراحه لما تيجي تدور عليه على النت، في ناس كتير جدا بيقول لك ان هو ريليتد بسي اس، وفي ناس كتير جدا بتقول لك ريليتد باي اس. بس النسبه الاعم والاشمل عاده بيقول ان هو قسم مش دافين ولا ايه؟ تمام كده؟ فهو انا ما يخصنيش هو قسم سلايز. الداتا ساينس في 5 بايب لاينز او 5 خطوات مهمين جدا، او 5 مراحل زي ما بيسموه كده. اول مرحله عندك يا شباب في حاجه اسمها داتا كولكشن. داتا كولكشن يعني انك بتحاول تجمع كل المعلومات او بلاش معلومات، انا اسف، كل البيانات. لان الهدف من الداتا ساينس اوريدي انت بتحاول تساعد متخذ القرار تمام في حل بعض المشاكل اللي عنده، او تطلع له فيوتشر تمام، او بتعمل بريدكت للداتا دي عشان تطلع منها مجموعه من النولج تفيده في البيزنس. فكلمه داتا ساينس هي مرتبطه ارتباط شديد قايمه على الداتا، قايمه على الداتا الخام. فاول مرحله عندك يا شباب حاجه اسمها داتا كولكشن. داتا كولكشن انك اوريدي عبد الرحمن معاه وملفات وورد، وعبد الرحمن فضل الثاني مع فراج مثلا معاه ملفات اكسل شيت، ومثلا صاحب الشركه معاه ملفات اكسل شيت مثلا او ملفات سيكوال مثلا داتا بيز. فتلاحظ ان في تفاوت رهيب جدا في الداتا هنا. الداتا في منها جزء ان ستراكشر وفي جزء منها ستراكشر، منظم وغير منتظم. يبقى انت في الخطوه الاولانيه انك بتحاول تجمع كل البيانات اللي تقدر تخدمك عشان تقدر تحل المشكله اللي بتواجه البيزنس. اول مرحله دي تمام كده، وبتتعامل في الداتا كولكشن مع كل الداتا. اي داتا انت جايه بتستقبلها من اي سورس. دي اول مرحله. المرحله الثانيه بتدخل في مرحله كبيره جدا. في بعض الكتب بتسميها داتا بري بروسيسنج، وفي بعض الكتب بتسميها داتا اندرستاند. في بعض الكتب بتسميها انك بتحاول تفهم البيانات اللي انت جمعتها دي يا عبد الرحمن بتاعت ايه، وتحاول تمرج ما بينها ان الحاجات اللي هي اوريدي اللي هي ريليتد ببعض بتجمعها مع بعض، وتحاول تفهم البيزنس او الداتا دي رايحه فين، وتحاول تعمل فلتريشن للداتا اللي هي تعتبر ملهاش اي لازمه زي ما بيسموها كده، ملهاش لازمه اركنها على جنب. الحته دي شباب الخطوتين دول او المجموعتين دول بيقوم بيهم حد اسمه داتا انجينير. حد اسمه ايه؟ يبقى في سب تايتل اسمها داتا ايه؟ انجينير. مهندس البيانات ده وظيفته في المرحلتين دول ان هو بيجمع البيانات دي ويفهمها. انا اسف جدا يا شباب، انا عشان ابدا اي موديل على داتا معينه مش لازم مرتبط ارتباط شديد بالخطوتين الاولين دول. تأكيد طبعا. اساسي لازم افهم ان اوريدي عشان اقدر في الخطوه الثالثه اعمل اناليسيز للداتا دي بعد ما جمعتها وفهمتها، اقدر وفي امكانياتي ان اقدر اعمل اناليسيز للداتا دي.
ولكن عاده معظم الناس بتحول الداتا دي لستراكشر داتا، بتحطها في سيكوال مثلا في اي داتا بيز، تمام كده، عشان يقدر يعمل عليها اناليسيس. خطوه الاناليسيس اللي هي الخطوه الثالثه دي، في جوب تايتل اسمها داتا اناليست، راجل اسمه محلل البيانات، وظيفته الشغل الشاغل ان يستقبل الداتا دي وبيطلع منها ريبورتس تفيد البيزنس. زي ما بيسموها كده، بتدرس في الماده بتاعت الMIS باور بي اي، التول بتاعت الباور بي اي. وعلى فكره ده اسهل خطوه في الداتا ساينس، انك تبقى داتا سهله جدا انك تبقى محلل بيانات. انت محتاج بس انك تفهم داتا بيز وفاهم بايثون، تمام، واشتغلت على الباور بي اي قبل كده، وفاهم بيزنس على فكره، فاهم بيزنس كويس جدا وفاهم الداتا دي. فطبعا الداتا انجينير لما بيديك الداتا دي بيفهمك كل الفيلدز اللي فيها او الفيجز الموجوده جوه الايه؟ الداتا بيز دي. يبقى انا دلوقتي في الداتا ساينس انا عندي وظيفتين. الوظيفه الاولى بتعتمد على مرحلتين اللي هي الداتا انجينير، والخطوه الثالثه وظيفه اسمها الداتا اناليست، محلل بيانات. ندخل بقى في الخطوه الكبيره جدا، انك انت ممكن تبتعد عنها، ودي بتعتمد اعتمادا كليا على بتوع CS، اللي هي الخطوه بتاعت الداتا موديلنج. الداتا موديلنج لازم تبقى يعني حد يعني ايه، مش حكايه بتكتب كود بايثون وخلاص، لا، حد فاهم كل الداتا مايننج تكنيكس معظمها، عشان تعرف تحدد انك هتعمل بريدكت ولا هتطبق الاسيشن رولز ولا هتطبق يعني بريدكشنز، تمام، او تعمل كلاستنج للداتا دي. فدي الخطوه دي بتعتمد اعتمادا كليا على الاي اي موديل، ودي بتبقى مرتبطه ارتباط شديد في الايه؟ على القسم CS، تمام. لكن انا على فكره كل خطوه من الخطوات دي اي حد في قسم CS او قسم IS يعرف يشتغل، مفيش اي مشكله، تمام. يبقى كده في عندي 4 خطوات. الخطوه الاخيره يعني بيضيفوها في بعض الكتب، بس يعني ايه، ملهاش لازمه قوي. يعني الداتا انك بتعمل حاجه اسمها داتا ديبلويمنت، ان خلاص انت عملت الموديل وتروح تعمل ديبلويمنت عند مين؟ عند الاونر او صاحب الشركه دي او صاحب المساله دي، تمام. فدي ممكن اي حد IT يعملها، او ممكن حتى الداتا اناليست ده يعملها، مفيش اي مشكله. يبقى احنا كده اوريدي في الداتا ساينس رود ماب بتاعتها او او الخطوات اللي فيها، هي فيها 5 خطوات، تمام. دي تعتمد اعتمادا كليا، انا كده شرحت الايه؟ انك هتمشي ازاي فيها. لكن في بريكويزيت اساسي لمجال الداتا ساينس. عارفين ايه مجال ايه البريكويزيت بتاع الداتا ساينس شاب؟ انك قبل ما تبدا اوريدي في الداتا كولكشن او تبدا في الداتا ساينس، لازم يكون عندك مش ميول، لازم تكون قوي جدا في الماس والاحصاء بروبابيلتي. الاستاتستكس لازم اساسي. انت بتطلع تقارير، والتقارير دي كلها احصائيات. هدي مثال بسيط جدا، من حوالي 4 شهور كده، احنا في شهر 9 صح؟ من 5 شهور، شهر 4 اللي فات. خلاص يا شباب، باشمهندس اسمك ايه؟ اخد اسمك اديك ماينس. النقطة اللي بتكلم فيها اللي هي ايه؟ من حوالي 5 شهور كده كان في شركة سياحة. شركة السياحة دي بدأت فعليا انها بتحاول تطبق او تستخدم الاي اي موديل. ففي معايا دلوقتي شغال داتا اناليست، بتعمل اناليسيس للداتا. فطبعا التيم دوت عبارة عن 3 اشخاص يعني صراحة. فرحت قلت لهم تعالوا نروح نقعد مع مين؟ مع صاحب البيزنس ده، صاحب الشركة دي. صاحب الشركة ده عبارة عن شركة سياحة. كل سنة بينزل عروض. في عروض بتجيب وعروض لا. فهو بدأ اوريدي فعليا ادانا الداتا بتاعت اخر 5 سنين عنها، وبدأنا فعليا نفهمها التيم، وطلع منها ريبورتس مهمة جدا. وبدأ فعليا يطبقها في السيزون اللي فات ده. نسبة الاكيرسي بتاعتها، نسبة الاكيرسي اللي سيبك من الكلام المكتوب. لا، الراجل ده قال في شهر 8 لما رد علينا بدأ فعليا يقول لك انتوا فدتوني كتير جدا. افضل باكج انتوا اخترتوها للسيزون اللي جاي انا طبقتها، والحمد لله كسبت فيها مكسب كويس، مش مكسب خيالي بس في ارباح. التقارير اللي طلعوها عباره عن ايه؟ عباره بسيطه جدا. ايه افضل عرض حضرتك الناس حجزت فيه خلال اخر 5 سنين؟
لان كان في تفاوت، ممكن السنه اللي قبلها كان في حاجتين مثلا باكج رقم 2 مثلا. تمام؟ في باكج جديده عملوها، فكان نسبه الحجز عليها او نسبه الاقبال كبير جدا. عامل زي رحلات اليوم الواحد. فقلت له يا عم افضل حاجه رحلات اليوم الواحد مثلا للعين السخنه بدي مثال، ونزل عليها عرض. في رحلات ثانيه مثلا في الغردقه في الساحل مثلا، بديك مثال. فبدا فعليا ينزل كل العروض اللي هي ريليتد على التقارير اللي طلعوها المهندسين. كان في ارباح، بس ارباح ايه؟ مش عاليه زي ما قلت لك، بس في الحمد لله في نسبه ارباح. نتيجه ان هو ده طبق فعليا ان هو عايز يستفاد من الداتا، كل الهيستوريكال داتا اللي عنده دي بدا يستفاد منها. وفعليا ان في واحد منهم من المهندسين دول هو اوريدي يعني ايه قايم قاعد مع المهندس مع صاحب الشركه ده، اتعين معاها كبارت تايم. تمام؟ مينيمم مرتبه على فكره 20000 جنيه وخريج السنه اللي فاتت. تمام كده؟ بس انا كبزنس وايز انا استفدت فعليا من الريبورت او الانفورميشن او النولج اللي انت اديتها لي. تمام كده؟ فادتني افاده كبيره جدا. فعليا يا شباب بدا ان الشركات بتاعت الاي كوميرس او بتاعت حتى شركات بتاعت السياحه او في شركات حتى المؤسسات الحكوميه عندنا في الجامعه ودي حاجه سيكريت، بداوا يدونا الداتا القديمه. تمام كده؟ عشان نجيب وافدين اكتر من وافدين عندنا عشان يبقى في اثبات في بعض الكليات. ايه البرامج اللي ممكن الوافدين يدخلوا عليها؟ فاهمين؟ لان في برامج اكيد قفلت. فبدا على فكره الفكر الاساسي ان بدا ان المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الخاصه بدات فعليا انها تستفاد من الداتا الخام اللي عندها. ما بترميهاش دلوقتي. تمام؟ وده الفكر بدا في مصر على فكره الفتره اللي فاتت. على فكره ليه سنتين ثلاثه بدا، بس في ايه؟ الاستحياء. في شركات كتير جدا ستارت اب بدات ان يبقى فيها عندها تيم حد داتا عنه. تمام؟ انا يمكن ده قرايتي لمجال الداتا ساينس، لان مجال الداتا ساينس عايز ده بحر. بامانه بحر علم كبير جدا ومحتاج نفس طويل مينيمم حوالي سنه ونص تقعد تذاكر. تمام؟ بس البري كورس بتاع الاساس ده زي ما قال عبد الرحمن كده لازم يبقى متعلق اساسي عندك الاحصاء والايه؟ والرياضيات، ومحتاج كمان تكون يعني ديفلوبر محترم زي ما قال الكتاب كده. تمام؟ بس انا صدرت رساله داتا ساينس يعني عشان خاطر زي ما قلت لحضرتك في جزء منها في اي اس وجزء منها في سي اس. ففي طلاب بيجوا يقول لك انا اخش اي اس عشان اعرف اذاكر وهذاكر الماشين براحتي عشان الدنيا هتكون اسهل. في طلاب تاني تقول لك لا انا مش هذاكر لوحدي انا عارف، فانا محتاج ان انا اخش سي اس عشان سيلكتد 1 وسيلكتد 2 بيتشرح فيهم ماشين ليرنينج بالفعل. فانا بالفعل خدت ازاي اقدر اقسم المودلز وافهمها وهذاكر بقى كده اناليسيس لوحدي بما ان هي اسهل وكده. انا والله رايي في الحته دي لو انت كويس جدا معاك البري كويزات الاساسيه بتاعت الماث وبتاعت الاستاتيكا خش سي اس الحته دي، لان طبعا هم افضل مننا بكتير جدا في التراك ده. ندي كل واحد حقه على فكره. يعني قسم سي اس الدكاتره فيه يعني زي دكتور عمرو غنيم والدكتور انصاف والدكتور وسام، وفي احمد هشام كويس جدا على فكره في الجزئيه دي، بس هو ان هيد يعني نفس شويه. تمام؟ لكن لا هم افضل في التراك ده. يعني لو انت اوريدي عندك البري كويز دي جاهزه والدنيا تمام ماشي. في فكر تاني ساعات بقعد مع الطلبه معلش اقوله بسيط جدا، لو انت يعني مستصعب موضوع سي اس خش اي اس وذاكر سيلف ستادي. لو انت عندك الكونسيبت انك تذاكر سيلف ستادي وبتطور ذاتك ماشي، ما عندكش وعايز حد كده يبقى خش سي اس عشان تعرف تذاكر زياده. ده رايي الشخصي والله. وعلى فكره الناس المعتاده لما تيجي تقعد معايا انا يعني ايه ليس من النوعيه ان انا بمشي ورقه وقلم ولا من طبيعتي كده نهائيا. انا بحب اقول اللي على قلبي ومن واقع خبرتي. تمام كده يا شباب؟ الناس اللي قاعده هنا في يعرفوني اصلا؟ قليلين يعني. اكيد طبعا. دول طلبه قليلين يعني. الباقي ده منين طيب؟ الشباب بقى ايه؟ كل الطلبه اللي هنا حسابات حلوان ولا في حسابات بره حلوان؟ طب حسابات حلوان ينفعوا دول كلهم؟ كلهم عارفين حضرتك الدكتور. الدكتور كان بيسال مين يعرف دكتور هلال؟ يا عم قليلين. اهو دفعت لهم بتاع الرابع. حضرتك بتدي اولى وبتدي ثانيه وبتدي ثالثه وبتدي رابعه، حضرتك بتدي الاربع سنين. لا عاده ما بنزلش اولى. اولى لا بس اولى وثانيه جبت لهم قبل كده حقوق انسان. بالظبط. الحمد لله الترم ده يعني نازل 4 مواد. شكل الشباب قد ايه حقوق انسان؟ في ماده اسمها حاجات مهنه
في حد ساكن غياب هنا؟ السنه دي. مش عارف انتوا عايزين تفتحوها ليه؟ البتاع امبارح عافيه. هنسال يا دكتور لو هنسال. انا كنت عافيه. تمام؟ فخير ان شاء الله. انا موجود في ابلكيشن المهنه، موجود في سيستم اس 1 وموجود في كواليتي اشورنس، ماده لذيذه جدا وهو انسان. بس ان شاء الله اكون محرك تمام. انا بالنسبه لي مش حابب ان انا اتقل حضرتك في اسئله اكتر من ناحيتي، فحابب لو احنا نبتدي نشوف لو حد من الاودينس عنده اسئله. تمام، ثانيه واحده المايك هيجيلك. صوتك هيكون عالي. المشكله في عبد الرحمن ما قاليش. بص يا شباب، لا اقول لك على حاجه، يعلم الله يعلم الله. زمان لما كنت في سنه ثانيه كنت انترست ان اخش اطلع اي تي، بس انا كنت يعني انترست ادرس امبيدد سيستم. فامبيدد سيستم اوريدي مش متوفر عندنا في الكليه. قسم اي تي فوق دماغي بس الاستاف فيه قليل جدا، وعلى فكره افضل معيدين في الكليه من قسم اي تي. فقسم اي تي هو مرتبط ارتباط شديد بمجال النتورك، لان الامبيدد سيستم عندنا اوريدي مش بيدرس، هو مجال كله اوريدي ريليتد بالجزئيه بتاعت النتورك. وعلى فكره القسم ده اساسا يعني تراك السايبر سيكيورتي ريليتد بالاي تي اكتر كتير جدا، لكن يعني قليل جدا لما تيجي تدرس البريد كونسبت او الحاجات الاساسيات السايبر سيكيورتي في قسم الاي تي. فانا مش حكايه مهمش ولا حاجه والله، حاشا لله. الفكره بس ببساطه جدا احنا عندنا 3 دكاتره اي تي بس، والقسم ما بيتفتحش اصلا في المعدات. الفتره اللي فاتت كانت صح بس مرفوض. بس عشان كده يعني اكتر تركيز الاودينس يعني الطلاب عندنا في حسابات الوان كلهم اي اس وسي اس. السنه دي اتفتح اي شويه، اللي هو يعتبر انا مش عارف الفرق بينه وبين سي اس قوي هيكون ايه، بس اهو. بس هي الفكره ان ده اللي احنا كنا حابين نركز عليه اكتر، هو الاي اس والسي اس. ماشي، ما دخلناش في حوارات ثانيه. انا اسف جدا. بص اسمك ايه؟ بص يا محمد، طول ما انت عندك رغبه كبيره جدا انك تتعلم اي تي، حاول تدور على التوتوريال تمام بتاعت اي تي اي. افضل والله. انا من على فكره زيكم بذاكر من اي تي اي، يعني لو في كورس معين عندي في جامعه خارجيه بحب الكونتنت بتاع اي تي اي، لان ده يعتبر ريفرنس بالنسبه لي بجانب التكست بوكس. تمام كده؟ فافضل حاجه انك تذاكر المجال بتاع الاي تي ده اوريدي ممكن من الاي تي اي. وفي نقطة مهمة جدا، هل أنت يعني بتفوكس على إنك تبقى مثلا نتورك انجينير ولا اي تي سبيشاليست ولا اي تي؟ يعني برضك أنت الفكرة فيه، ولا أنت أوريدي بادئ التراك السايبر سيكيورتي من الأول؟ ولا أنت مثلا داخل القسم ده يعني في إيه اللي في دماغك؟ أنا عايز أعرف. ما خلاص يبقى أنت دلوقتي يا شباب أبسط مثال إن خلاص الأودينس أنت في تارجت قدامك انك بتفوكس على نتورك، فالنتورك مش هيخدم عليك سي اس ولا اس، هو قسم اي تي فقط. مالكش دعوه بكده، نصيحه اخر كبيره. انت طول ما انت عندك على فكره اكبر ميزه انك حابب حاجه وعايز تكمل فيها. دي ميزه كبيره جدا. انت على فكره ممكن تدخل اي اس لغايه سنه رابعه انت مش عارف الكارير جول بتاعك ايه. لكن انت دلوقتي انت عندك ميزه عند زمايلك انك انت عارف وحاطط جول قدام عينك انك عايز توصل له. لان الى حد ما يا محمد يتكلم بصراحه، ولازم يعني الكلام اللي هقوله دوت يعني ايه ما حدش يرفعه على الوزن. انت عندك 3 دكاتره فقط تغيير في قسم اي تي، فاحنا محتاجين ستاف كتير جدا، محتاجين مينيمم 5 دكاتره تانيين. فانا اسف جدا معلش، انا مسجل 6 مواد يا عبد الرحمن، في مادتين هيدين دكتور، مادتين هيدين دكتور، ومادتين هيدين دكتور. يعني انت قاعد في المحاضره قدامك نفس الدكتور مادتين 3. انا اسف، هتلاقيه قوي جدا في ماده وضعيف جدا في ماده. فنسبه الاستيعاب هتكون قليله جدا. لكن طول ما انت محدد انت عايز ايه هتذاكر سيلف ستادي بنسبه حوالي 60%.
ماشي؟ لانك انت اوريدي لو انت قعدت تقول في مثلا في قسم اي تي في مين، انت عارفين ثلاث دكاتره حافظينهم اكيد. لكن المعيدين صراحه كلهم ممتازين، من اول الباشمهندس اسلام زكريا لغايه اخر معيد تحت، لغايه ابراهيم ويحيى والخير واياد. المجموعه دي مجموعه مميزه جدا، والمجموعه دي على فكره ثابتين وجودهم جدا في الكليه عندنا. ماشي كده؟ يعني لو تديهم تصين ليهم تاسك الناس دي بتتخرج. فانت حاول تكمل زي ما انت كده، ومثلا تقعد مع باشمهندس يحيى ابو الخير مثلا، باشمهندس اسلام زكريا يفيدك اكتر جدا، او بشوي مثلا. طيب، في اسئله تانية للجمهور؟ في اي حد حابب يسال سؤال؟ هو انا سمعت كده عبد الرحمن. بص يا شباب، في سؤال مهم جدا هو ساله اوريدي، قال لك ان الويب هو ريليتد بالاي تي ولا اي اس؟ موبايل ابلكيشن اي اس، ويب ابلكيشن بكل التراكس اللي فيه اي اس. يعني انت لو هتدرس اوريدي هتشتغل مثلا بي اتش بي او تشتغل نود جي اس، وعلى فكره الحاجات دي كلها بتاخدها في اي اس اس واي اس واي تي. يعني هتلاقي في الكورس بتاع الانترنت ابلكيشن موجود في ثلاث لوائح، تمام؟ فبيعطوا فيه ستاك في الايه؟ في سكاشن، تمام؟ لكن الويب موبايل او كسوفت وير انجينيرنج كله مرتبط ارتباط شديد بقسم اي اس. تمام كده يا شباب؟ وعلى فكره السوق يعني في اي شركه سوفت وير هاوسنج هتلاقي فيها قسم للويب او قسم للايه؟ موبايل ابلكيشن، وبتختلف بقى. يعني كويب انت شغال بي اتش بي مثلا، ولا شغال نود، ولا شغال اس بي ام سي، تمام؟ او دي دوت كور. يعني الفكره ببساطه جدا ان انت في ايديك، والسوق كتير جدا في الحته دي. يعني السوق عندنا في مصر في الويب وموبايل ابلكيشن كتير جدا، غير لما اقول لك انك تشتغل داتا اناليست او داتا ساينس، او حتى تشتغل ماشين ليرنينج انجينير. لكن الويب والموبايل كتير جدا في السوق. اتفضل. من الاول طيب؟ قول من الاول، قولوا كده. انا مثلا بذاكر ماشين ليرنينج مع نفسي، تمام؟ فانا عندي حته الماشين ليرنينج في الشغل في مصر، في سوق العمل، لما جيت بصيت مثلا على لينكد ان والحاجات دي، لقيت ان شغلها في مصر قليل جدا. حتى لما جيت شفت الناس اللي بتشتغل، لقيتها مثلا بيبقوا عاملين ماستر ويعني بيشتغلوا بسهوله خالص بعد ما يتخرجوا. فانا قلت حته الاي اس تبقى مثلا متعلقه اكتر بحته داتا ساينس اللي هي اناليسيس، داتا انجينير، وحته ان انا اقدر ادخل بين الاثنين في البيزنس انتليجنس. والله بص اقول لك على حاجه، برضه الاقي شغل يعني اكتر بعد ما هو فكرك محترم جدا. الباشمهندس بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا عم انا يعني دخلت اي اس عشان عندي فرصه ان اقعد اذاكر، تمام؟ زائد ان الفرص بتاعت الاي اي انجينير في مصر هنا قليله، ومعاك حق فيها قليله، بس فعليا لو انت هتبص بعد سنه او سنه، بعد سنتين ثلاثه هتلاقي في وظائف كتير جدا مطلوبه اي اي انجينير، تمام؟ لكن انك تفكر بالطريقه انك اوريدي انك تفوكس انك تتعلم داتا اناليسيس بس، داتا اناليسيس بس، عن طريق مثلا انك تستخدم تول باور بي او بزنس انتليجنس، تمام؟ في الحته دي فيها شغل كتير في مصر، بس برضك يعني ايه؟ مش زي الويب او موبايل ابلكيشن. انت فاهم قصدي؟ وده الفكر مش غلط. يعني في زمايلكم شباب ايه؟ بدل ما يخش ماشي يدرس في سي اس، يدرس في اي اس، ويذاكر سيلف ستادي، ويكمل في نفس التراك بتاع الماشينات. بس هقول لك نصيحه طبعا، ما توقفش خالص. يعني انت اوريدي لو انت بتفوكس انك هتلاقي وظيفه كديتا او اناليست مثلا، زي مثلا وتذاكر مع نفسك تكمل في تراك الماشين ليرنينج، ده كويس جدا. ما تعملوش، لان ممكن تجي لك فرصه، ممكن تجي لك فرصه وساعات على فكره مش في الحسبان، تجي لك فرصه كويسه جدا انك تسافر بره، او تذاكر تاخد ماجستير مثلا في حاجه تكلف مثلا بالماشين ليرنينج، تمام؟ كل فكري اللي هو مثلا بعد ما اتخرج من سنه رابعه مثلا عايز اشتغل. انا لقيت اللي هو حاجه ما بين الماشين شويه وكده، كانت هي البيزنس انتليجنس.
لو انا اقدر مثلا مع السنتين اقدر يعني مثلا اعرف ناس في شركات اكتر، اعمل يكون عندي خبره شويه في سوق العمل، داخل على الماشين. وفي نفس الوقت انا برضه مش راكن الماشين، لا بذاكر وبطور من نفسي فيه. والله بص اقول لك على حاجه، يعني دي ده يعتبر اسمك ايه؟ عبد الله؟ عبد الله انا احييك جدا والله. يعني ممكن كفكره عبد الله ممكن نطبقه على فكره في اي تراك مش متوفر في داخل مصر. بس انت معظمنا على فكره يا عبد الله حابب ان هو اول ما يخلص يشتغل. في شركات بتقدم على الجزئيه بتاعت الماشين ليرنينج بس قليلين جدا. بس انت لو جيت قدمت مثلا 5 ام مثلا، اديك مثال، انت مش كواليفاي انك تقدم 5 ام لما تتخرج. شوف نزل الجوب ديسكريبشن بتاعك مثلا في الشركات المالتي ناشونال، وشوف ايه النواقص، انا اسف، ايه الحاجات، بلاش نواقص، ايه الحاجات اللي انت محتاج تطور نفسك فيها. انت اعمل، انا كنت بعمل كده والله، بشوف توصيف الوظيفه هم مثلا 10 نقط، بعلم على نفسي انا موجود 3 ففاضل 7، ال7 دول هياخدوا مثلا مني شهرين 3، ياخدوا سنه، ما عنديش مشكله. اطور من نفسي عشان لما تنزل الشركه نفس الابلكيشن او نفس الخطه ده اقدر ايه؟ ابلاي بقى، اجو اهد في الحته دي. واحاول بص قدم في اي حته حتى لو شيل منك قدم، ممكن تعمل لك ريجكت مره واثنين ثلاثه ما فيش اي مشكله. انا اتعمل ريجكت كتير جدا ما تعدش. والله عادي جدا بسيطه، بس عشان انا يعني معيد في الكليه الى حد ما نسبه كبيره ان الناس محتاجه، الشركات معظمها بتحتاج فول تايم. يا عم اتكلمنا عن